كيسيو وقع على عقود انتقاله إلى الأهلي. نجحت إدارة النادي الأهلي السعودي برئاسة الدكتور خالد العيسى في الحصول على خدمة الإيفواري فرانك كيسي لاعب فريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة. ويأتي التعاقد الأهلي السعودي مع فرانك كيسي بناء على طلب الألماني ماتياس يايسله المدير الفني لفريق الكروي الأول من أجل تدعيم صفوف الراقي قبل انطلاق الموسم الجديد. وأوضحت صحيفة عكاظ الرياضية عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر مساء اليوم الجمعة أن الإيفواري فرانك كيسي وقع عقد انتقاله الرسمي إلى النادي الأهلي لمدة 3 سنوات قادمة. وكان الإيفواري فرانك كيسي انضم إلى صفوف نادي برشلونة في الصيف الماضي بعد نهاية عقده رفقة ميلان الإيطالي، لكن إدارة البارسا برئاسة خوان لابورتا وافقت على بيعه للتخلص من راتبه. ويعتبر فرانك كيسي خامس صفقات النادي الأهلي السعودي الأجنبية خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بعد التعاقد مع السنغالي إدوارد ميندي وبرازيلي روبرتو فيرمينو والجزائري رياض محرز والفرنسي سانت ماكسيمان.